يا مساء العسل والسعادة والسكر الزيادة عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. كلكم يا رب تكونوا بخير وبألف صحة يا رب، وكل سنة وانتوا طيبين. قصتنا النهاردة يا حبايب قلبي قصة حلوة جدا جدا، ويا رب تعجبكم. وطبعا زي ما عودتكم صاحبة القصة دي متابعة معانا هنا في القناة، ياريت كلنا بقى في التعليقات نقول لها تعمل ايه وتتصرف ازاي. ودلوقتي وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بدعوكم تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان اقدر يا حلوين اقدم لكم كل جديد. بتحكي صاحبة القصة دي وبتقول: أنا مدام عزة، عندي 40 سنة، متجوزة بقالي 15 سنة، ومن يوم ما اتجوزت وأنا ما شفتش يوم عادل في حياتي أبدا أبدا. كنت عايشة لجوزي وعياله زي الخدامة بالظبط. أصل هو كان متجوز قبلي واحدة وكان معاه ولد وبنت، وبعد ما اتجوزت أنا كمان جبت ولدين، ومن يوم ما اتجوزته زي ما بقولكم ما شفتش معاه أبدا يوم عادل. كل شوية شخط ونطر وزعريق وحاجة ما تطقش بسبب ومن غير سبب، وعمره ما اهتم بيا، عمره ما حسسني أبدا إن أنا ست وإني حلوة وإني محتاجة أسمع كلام من جوزها زي أي ست. طول عمره قاسي عليا وبيجرحني، ودايما بيقولي كلام زي الزفت، كلام مش عارفة، بس مش عارفة كان إيه اللي بيخليه يعمل معايا كده. مع إني في أول الجواز كان شايلني من على الأرض شيل، وكان ناقص يحطني جوه عينيه. معرفش بقى إيه اللي قلبه كده عليا. وفي يوم من الأيام اتخانقت أنا وهو خناقة كبيرة جدا مع بعض، لدرجة إن أنا قلت له أنا هسيب لك البيت وأمشي، أنا خلاص ما بقتش قادرة أتحمل. ووقتها ابني الكبير قال لي: يا ماما خلاص بقى، معقولة يعني ما انتي عارفة بابا، معقول تاخدي على كلامه وتسيبيه؟ قلت له: وانتوا كمان هتقعدوا معاه؟ خليه بقى يشوف هيعرف يربيكم ويعلمكم ويعمل كل طلباتكم ازاي. انا بجد بجد تعبت واعصابي تعبت من اللي انا بعمله هنا، ومش لاقي حتى عليه كلمة شكرا. انا زهقت وسبت ابني وسبت البيت كله ونزلت مشيت في الشارع، وانا مش عارفة هروح فين ولا هاجي منين. طب يا ترى اعمل ايه في حياتي؟ اغيره ازاي الراجل ده، ولا اتطلق منه وابعد عنه احسن؟ وبصراحة كان هو ده القرار الوحيد اللي قدرت أوصله. أنا خلاص ما بقتش قادرة على العيشة دي، بقيت عايزة أبعد عنه بأي طريقة، وخصوصا بقى أن لما بقعد مع نفسي مش بفتكر له ولا موقف واحد بس كويس معايا. علشان كده قررت ان انا اتطلق منه، وفعلا طلبت منه الطلاق، لكن طبعا هو رفض، وفضلت وراه لحد ما رفعت عليه قضية خلع وكسبتها، وفعلا اتطلقت منه. وبعد الطلاق قررت ان انا اعيش حياتي لنفسي وبس. وقتها رحت عشت عند اختي، اصلي ما كانش ليا حد في الدنيا غيرها. وبعد ما رحت عند اختي وقعدت فترة هناك، ابتديت احس ان انا بتقل يعني على اختي، ويعني هي برضو ربنا يعين جوزها على اللي هو فيه. انا عارفة طبعا يعني ايه مسؤولية بيت، فقررت وقتها ان انا انزل اشتغل اي حاجة، المهم ان انا اجيب حتى مصروفي. وفعلا بقيت كل يوم الصبح انزل ادور على اي شغل. وفين بعد ما لفيت كتير قوي 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 لقيت محل طالب آنسة للعمل. وطبعا أنا زي ما قلتلكم ولا سني ولا حتى أسلوبي الاجتماعي ينفع أبدا، لكن قلت أدخل وأجرب حظي. وفعلا دخلت ولقيت راجل كده في سن 50 أو 55 سنة قاعد على مكتب، وفي بنتين حلوين جدا زي القمر بيشتغلوا. وبصراحة أول ما دخلت البنات فكروني جاي أشتري حاجة، وقعدوا يعني يسألوني طلباتي إيه، لكن أنا طلبت منهم إن أنا عايزة أقابل صاحب المكان، وفعلا ودوني عنده. وقلت له بصراحة كده أنا جاية عشان الوظيفة اللي بره. بصلي كده من فوق لتحت، قال لي: أيوة يا مدام، بس أنا يعني. قلت له: عارفة أنت طالب بقى نساء للعمل، يعني بنت صغيرة ما يزيدش عمرها عن 30 سنة، أنا محتاجة جدا للشغل ده، وعارفة أن أنا ما ينفعش يعني سني وكده، وأن أنا كمان متجوزة، لكن أنا منفصلة ودلوقتي أنا عايشة لوحدي ومحتاجة أصرف على نفسي، يا ريت لو حضرتك يعني توافق إن أشتغل. وفعلا وافق، يمكن علشان صعبت عليه ظروفي معرفش. المهم إن أنا اشتغلت، ومن تاني يوم نزلت أول يوم شغل، وفعلا عشت بصراحة أيام حلوة في الشغل ده.
لكن بعد ما عدى كام شهر من شغلي في المكان ده ابتديت أحس إن صاحب المكان بيعاملني أنا بطريقة خاصة، زي ما يكون أنا القديمة في المكان مش لسه موظفة جديدة. وبقيت كل ما أجي أتكلم معاه في موضوع أو أي حاجة بتخص الشغل ألاقيه بيبصلي بصات ما تنفعش أبدا، وبصراحة ما كنتش عارفة أقوله إيه، كنت بتكسف جدا. وفي يوم كان البنتين اللي معايا واخدين أجازة وأنا كنت موجودة في المحل لوحدي، وكان يوم جمعة، ويوم الجمعة معروف بيبقى الشغل مريح شوية، وعلشان كده كنت موجودة لوحدي. وابتدى صاحب المكان يهزر معايا هزار غريب، أول مرة يهزر معايا بالأسلوب ده. وابتدى كمان إن هو يعني وأنا بعلق الهدوم الجديدة اللي هو جايبها ابتدى يجي يرص معايا الحاجات دي، وابتدى يمسك إيديا. وأنا بصراحة ما كنتش عارفة أطلع نفسي من الموقف ده إزاي. قلت له في إيه يا حاج، أنت ليه واقف بتظبط معايا؟ يعني أنت ممكن تقعد وأنا هعمل كل حاجة. قال لي بصراحة كده من يوم ما جيت المكان ده وأنا معجب بيكي جدا جدا. قلت له إيه خبر، إيه اللي حضرتك بتقوله ده؟ أنا مش عارفة حضرتك بتقصد إيه بالكلام ده. قال لي لا انتي فاهمة كويس قوي انا قصدي ايه. بصي بقى هقولك من الاخر، انا راجل ما بحبش اللف والدوران، انتي عجباني قوي كمان، لكن انا طبعا ما ينفعش ان انا اتجوز، وخصوصا بقى ان كل حاجة املكها باسم مراتي. يعني لو ده حصل ممكن تمنعني ان انا حتى ادخل المحل اللي انتي شايفاه ده، وانا مش قادر ابطل تفكير فيكي. فلو توافقي يعني ان احنا نبقى اصدقاء بره العمل، وطبعا انا هبقى مسؤول منك من كل حاجة، وكل حاجة هتبقى تحت رجليكي، صدقيني يخليكي تعيشي عيشة تانية خالص. وسابني افكر، وانا بصراحة محتارة قوي، اوافق على العرض ده واترحم من الشغل والبهدلة، ولا اشوف شغل في مكان تاني، لاني لو رفضت اكيد طبعا هيمشيني من المكان بتاعه. وانا محتارة ومحتاجة رأيكم جدا، محتاجة حد يقولي اعمل ايه واتصرف ازاي، يا ريت تفيدوني علشان فعلا محتارة.